السلام عليكم البنات، مرحبا بكم في القناه ديالي. جيتكم اليوم بواحد الوصفه جديده اللي كانت تحت الطلب بعد اللي حطيت المكرون ديال البلدي ديال الكاوكاو. جاني الطلب على هذا المكرون البلدي ديال اللوز. المهم هذا الاسبوع ان شاء الله غادي نخدم معكم واحد المجموعه ديال الحلاوي اللي كلها تحت الطلب. هذه السيمانه هذا الاسبوع خليته غير نلبي الطلبات ديال البنات اللي جات في التعاليق. اول حاجه غنبدا بها هو هذا المكرون البلدي ديال اللوز اللي معروف على لي مكرون البلدي. العيب ديالو هو الحلاوه. المهم انا هاد الوصفه اللي غنقدم لكم اليوم باللمسه ديالي. كاينين وصفات عديده وكثيره، هذه باللمسه ديالي. وان شاء الله في الايام الجايه كل مره غادي ندير لكم شكل، لان باللي مكرون اللي عرفت انا واللي كنعرف كاين المكرون اللي كيتخدم القديم البلدي اللي فيه اللوز وتتكون فيه كميه ديال السكر كثيره وفيه بيض البيض، وكاين مكرون اللي كنخدموا نص لوز ونص كركاع، وكاين واحد الشكل كيتخدم بمكرون حتى هو بلدي وكيتخدم باللوز مفسخ، يعني اللوز بلا قشره. والمكرون هذا اللي غنخدم اليوم انايا اختاريت اللوز حمرته شويه في الفران حتى تحمر، وعاد غادي نطحنو ان شاء الله. من بعد غنكمل لكم الوصفه. هنا خديت اللوز، هذه هي اللمسه ديالي، يعني درتو باللوز محمر. اللوز ملي كيكون محمر كيكون عنده واحد المذاق رائع غير اللوز اللي كيكون خضر. بالنسبه للمقادير هنايا خديت 4 او غادي تلقاوهم في صندوق الوصف، ولكن غادي نقولهم واللي بغى كميه كثيره يطلب المقادير. بالنسبه للوز عندي 250 غرام ديال اللوز خلطت بين البلدي والرومي. هنايا السكر 150 غرام، انا خديت سكر كلاصي سبيسيال لان ناقص حلاوه على السكر كلاصي العادي. عندي هنايا 2 بيضات، عندي الملحه راس المعلقه ديال الخميره، عندي هنايا حبات ديال اللوز اللي غنديرهم للتزيين، وعندي هنا واش كتبان واحد المعلقه ديال العسل. هذا العسل نوع جيد ديال الليمون، تقدروا ديروا غير العسل العادي. ها انتم كما كتشوفوا معلقه صغيره، ما تكثروش لان العسل الا تعطل في الفران كيقصح. بالنسبه للوز هنايا 250 بوحدها، وعاد هنا درت 50 غرام. المهم انايا حمرت 300 غرام وحيدت منها 50. صافي البنات غادي ندوز باش غادي نطحن اللوز وغادي نتلاقاو باش نكملوا الوصفه. غندير اللوز وغندير السكر وغنعاود نطحن اللوز مع السكر يطحن مزيان. غادي نزيد الخميره، الملحه، العسل، وهذا البيض في المقادير. ملي كنت كنص على المقادير قلت لكم البيض كامل، لا غير البيض جوج بيضات. وغادي نعاود نبقى نطحن فيه حتى يتعلق، يعني السر ديال التعليق ديالو في الطحين. ولا ما واخا ما عندكمش هاد الروبو هذا تقدروا ديروا غير في الماكينه ديك ديال 1 2 3 اللي كنطحنوا فيها عادي، وغادي نطحنوه مزيان وغادي تشوفوه من بعد اللي غادي يتطحن. هو البنات بعد اللي تطحن المهم انا غادي نخليه. الا جاب لها بعض المرات تكون البيضه كبيره يجيكم شي شويه جاري، خليوه غير واحد نص ساعه وتقدروا تبيتوه. مثلا اللي بغى يصاوبوا بالليل داك التحضير المسبق باش تجيكم تسهلوا عليكم الخدمه، تصاوبوه بالليل تجمعوه في شي حك وتغطيوه وتبيتوه في الثلاجه ولا في شي بلاصه بارده حتى لغدا عاد خدموه. انا غادي نخليه واحد ساعه ديال المكانه
ساعه المكانو غنكورها وغادي نتلاقاو باش تشوفوا كيفاش غادي يكون الشكل ديالها من بعد اللي غنكورها. المهم البنات هي بعد اللي دازت عليها تقريبا ساعه ديال المكانه، انا خديت درت تقريبا الكرات فيهم 16 غرام. كورها صافي، غادي ندير فيها واحد اللوزه، ندك فيها لوزه صافي. هادو البنات اللي قبل ما ندير الفران يسخن كنت كورتهم باش يعاود يزيدوا يرتاحوا شويه. انا هذه خليتها غير باش نوريها لكم. وكتاخذوا واحد السبراي، اما انا غادي ندير غير الماء لان اصلا هما حلوين باش ما نزيدش في الحلاوه ديالهم. كتاخذوا واحد السبراي كديروا فيه الماء مثلا نص كاس ديال الماء مع معلقه السكر. انا درت غير الماء وكنرشو غير رشه خفيفه صافي. كندخلوها الفران. انا ديجا دايره واحد البول ديال انوكس فيه الماء باش يعطيني الرطوبه. كندخلها الفران على درجه 170، العافيه من تحت ومن الفوق. ما كتفوتش 12 دقيقه حتى ل 15 على الاكثر. 15 دقيقه وراه بزاف لان غير البيض يتعقم، ما فيها حتى شي حاجه اللي خصها طيب. ومن بعد غادي نوريها لكم باش تشوفوها كيفاش كتجي. هذه هي الحلوه بعد اللي خرجت من الفران. ملي كتخرج من الفران كنخليوها حتى كتبرد، ما كنمسوهاش مباشره حيت كتكون رطبه. هانتوما البنات كما كتشوفوا ها هي طايبه، هانتوما وكتجي قاصحه من برا، ما عرفتش كتسمعوا ولا لا، وكتجي معلكه من الداخل. هانتوما معلكه. البنات هذا هو المكرون، الشكل ديالو كيجي رائع البنات، جات معلكه بحال المسكه. نتمنى ان شاء الله تجربوها، سهله بزاف. اللي ما بغاش يحمر اللوز يدير لوز خضر، انا غير درتو محمر كيجي ألذ. ولا درتو خضر اللوزات حمروهم واحد شويه، دهنوهم بالزيت وحمروهم شويه في الفران باش ملي تكونوا كتاكلوا الحلوه ما تعطوش حلوه طيبوا طيحوا في داك اللوز كيبقى خضر، لان الحلوه ما كتعطلش في الفران. المهم الصعوبه اللي فيها هي الفران، الا فوتوا ليها الطيب كتولي قاصحه لان فيها السكر. النسبه ديال السكر نسبه السكر كثيره، ومع انني انا نقصت السكر. هاد العبار راه قد السكر قد اللوز تقريبا اللي في الوصفه الاصليه. انا حيت هذيك النسبه، نقصت من السكر وحمرت اللوز. والا ما كانش عندكم اللي ما بغاتش دير العسل، دير معلقه ديال الكوفيتير وتردوا معاها البال في الطيب كما قلت لكم. ما تطولوهاش في الفران باش ما تقصح. وان شاء الله راه سهله، ما فيها لا تقنيه لا والو. ان شاء الله تجربوها وكتجي راقيه في البلاطوات. نتمنى ان شاء الله تجربوها، واللي جربها تصيفط لي التطبيق ديالها في النمره اللي غتلقاو في صندوق الوصف ديال الواتساب. وحتى الوصفات الجايه ان شاء الله. وما تنسونيش من صالح الدعاء. تحياتي.